الطريقة نقدر نغير، خليها هيك. سالار سباس. قالك سباس براي سالار. انجي سالار ناي نزال. دنگ چاوه سر يوتيوبي. زليفيا جوابا وملون. صورة جيدة وممتازة. إيه قالك يا باشا. سعد الله مساءكم جميعا، كل الأخوة اللي دخلوا معنا اللايف، سواء على منصة التيك توك أو منصة اليوتيوب أو الفيسبوك أو منصة الواتش. وفي منصات تانية راح نزودها خلال الأيام القليلة القادمة ونصير نبث عليها كلياتها. طبعا اليوم راح نتحدث اليوم عن الحرب الخاصة. الحرب الخاصة اللي أنا تقريبا عامين كاملين كنت أتحدث فيها. بس خلونا ننزل هاي شوي. أعتقد الصوت هلا بيكون أحسن هيك. الصوت على المنصات التانية كويس. طبعا حتى صرت أشوف على الشاشة أنا إذا حدا بيكتب بالمنصات الأخرى. ممتاز تمام. خلال العامين اللي فاتوا كنا نتحدث فيه عن الحرب الخاصة، وبصراحة أنا امبارح وأول امبارح يعني حسيت بالإحباط. ما بخفي هذا الأمر إني حسيت بالإحباط جدا أيضا من اللي حصل. يعني سنتين كاملات قبل ما يصير كل هالأحداث هاي كنا نتحدث فيها عن الحرب الخاصة وشو بده يصير ولازم ننتبه وكذا وما ننجر للحرب الخاصة نهائيا اللي بتصير. بشاهد بكل بساطة يعني اللي حدث امبارح انه هو عبارة عن كارثة بصراحة. وانا هلا راح اوضح نقاط كثيرة. يعني طبعا انا حتى البارح كنت بحقق بهذا الموضوع بحكم الاختصاص. يعني شفت الفيديوهات، شفت هدول جماعة اللي دخلوا على عفرين. شفنا ايضا اشكالهم، صورهم، امور كلياتها. يعني دققنا بالموضوع هذا كلياته. طبعا انا هون قلت لكم حسيت فعلا بالاحباط. ليش حسيت بالاحباط؟ حسيت انه انا الجهد اللي حطيته السنتين تقريبا او عامين اللي السنتين اللي فاتوا يعني راحوا ببلاش. يعني المفروض كل يوم كان في ما يقارب ال 1500 الى ال 2000 يسمعني، والفيديوهات تنشر بالالافات. طيب ليش هذا السقوط المدوي بالطريقة هاي؟ يعني أمر غريب جدا. يعني حققت بالموضوع وشفت أنه كتير ناس وقعت بالحرب الخاصة هاي. طبعا هنا أنا ما بذكر أسماء وكذا وما بيهمني شو عملوا، لكن الموضوع أكبر من الشخصيات اللي طلعت على بس على منصة تيك توك أو منصات التواصل الاجتماعي. لا، الموضوع كان مدروس تماما. يعني اللي حصل بعفرين هو عبارة عن مسألة جصنبط كانت، وكانت مدروسة للغاية اللي عملوها. يعني وشفتوا انتم صار فيها اعتقال 70 شاب اللي ممكن كثير منهم هؤلاء ما لهم علاقة حتى بالسياسة، لكن كانوا هيك يعني مبسوطين وكذا بعودة أهاليهم. قسم ممكن يكون له ميول معينة سياسيا، لكن أغلبية هذول ما كانوا مسلحين. وشفنا نحن شلون استثمروا هذا الموضوع وعملوهم خلايا نائمة لقوات قسد، وبلشوا كمان يروجوا لشيء خطير للغاية، أنه هؤلاء الأشخاص هم من كانوا يقومون بالتفجيرات بالمناطق ما يدعونها المحررة سابقا. وهذا خطير جدا للغاية، لدرجة أنه يعني حسيت أنه بالانزعاج أنه الشيء اللي حصل أنه راح فيها 70 شاب. هؤلاء الشباب يعني راح ياخذوا احكام وياخذوا امور، وهذول بيدوروا على ناس اساسا لحتى يروجوا فيها الحرب الخاصه ويتهموا فيها الكرد بالتفجيرات اللي كانت تحصل، واساسا كان يقوم بها الميت التركي. انتم شفتوا يعني اخر شيء المخابرات البريطانيه طلعت في منبج بانه اللي قام
بالعمليات التفجير، وهاي كلهم كانوا تركمان وكانوا محسوبين على تركيا. للأسف الشديد انه راح يستثمروا هاي الشيء اللي حصل، واعتقلوا 70 شاب. اعتقلوا 70 شاب، وهلا ال 70 شاب هذول راح يكونوا من ضحايا اللي راح يتهموهم بالارهاب، وراح يتهموهم بالتفجيرات للاسف الشديد. وهذا يعني امر مؤلم. اليوم شفنا كمان طلع عصو ويتحدث بهذا الموضوع حتى، ويتهم الإدارة الذاتية بالأغبياء والحمير وكلام نابي وكذا وهاي، وانه انتم بتوقعوا بالفخ فورا، وعملية كانت مدروسة وعملية مخابراتية واستثمر فيها وعملها حالة كبيرة جدا للي عملوا. طبعا انا هنا ما بتابع والله، بس يعني وانا راجع وكذا الاخوة قالوا لي انه هيك صار الموضوع هذا. طبعا الحرب الخاصة حرب خبيثة جدا، وانا حذرت منها كثير، لانه الاتراك خبراء بالحرب الخاصة بشكل كبير. عسكريا اضعف منهم ما في، سياسيا كمان كثير اغبياء. انا بقولها بصوت على المستوى الدولي طبعا، لكن على مستوى الحرب الخاصة اللي يقوموها على الشعوب جدا متطورين وجدا عرفانين شلون يستثمروا الامور كلياتها. بس ثواني، أنا قبل ما أبلش كمان في الأخت اللي قالت لي بدي أشكر أشكر الشعب الكردي. حضرتك موجودة أختي؟ نسيت، لأنه بدي أخليها تطلع هي أول شيء وتشكر الناس. الأخت أو الأخ، شو كان اسمه والله؟ أتمنى حضرتك تطلعي ما يا لو إما حضرتك موجودة بس اكتبي لي رقم واحد، لو موجودة بس رقم واحد. يا ريت تعلقي برقم واحد. طيب معناته نكمل الموضوع. برجع مرة ثانية وبتحدث بموضوع هام للغاية، أنه أنا خلال عامين أو سنتين يعني بتحدث فيه عن الحرب الخاصة والمؤامرات، وكيف تقوم في المخابرات التركية والعالمية كلياتها أيضا شلون تقوم بحرب خاصة وخداع الشعوب وانتم شفتوا كلياتكم أيضا يعني خلال الفترة اللي فاتت كل الحروب اللي حصلت تقريبا على مستوى سوريا بتحدث هنا هي كانت حروب خاصة. يعني حتى سقوط بشار الأسد عبارة عن حرب خاصة كانت، وشفنا المسرحيات اللي تمت وقاومنا كثير من الحرب الخاصة اللي حصلت على الأرض. لكن هذا الموضوع تبع أول امبارح وامبارح شلون صار، أنا نفسي ما بعرف، لأنه أنا ما بتابع المنصات بصراحة. وطلعت يعني أنا كمان قلت إنه الهيئة بدها تتسلم كل مكان صح وكذا وهي، بس أنا ما ذكرت إنه قوات سوريا ديمقراطية ولا الأسايش ولا هذا الكلام. أنا لو عرفان إنه طلع هيك كلام كان حتى لو الساعة 5 بالليل كان فتحت لايف ونفيت هذا الموضوع بشكل كامل، بس ما حسيت فيه إلا في اليوم الثاني. طبعا هون في أمر هام للغاية، انه شخصيات كتير بعد ما يعني دققت على الموضوع منين طلع هذا كذا وهي، حتى في شخصيات في اوروبا موجوده، شخصيات هنا بقول موجوده في اوروبا وقعت في فخ الحرب الخاصه وروجوا لهذا الموضوع. طبعا المنصات هنا نقلوا من هؤلاء الاشخاص، المنصات هون نقلوا من هؤلاء الاشخاص واجوا وحكوا على المنصات على باعتبار انه مسؤولين في الاداره الذاتيه او محسوبين على الاداره الذاتيه في اوروبا يتحدثوا في موضوع ثقه وهاي، فوقعوا بالفخ اللي حصل. طبعا انا بالنسبه لي شخصيا حتى لو سمعت هذا الموضوع من احد اعضاء الاداره الذاتيه ما بجي بحكي، ما بحكي نهائيا، بجي بستناهم هم يطلعوا بيان. ودائما انا بقول لكم انا ما بقول اخبار، انا بس يحصل بيان او امر او خبر اكيد 100% بقوله. اما اي شيء اخر انا بقول تحليلي الشخصي، انا بتحمل مسؤوليته. تحليل هذا امر ممكن يصير ممكن ما يصير،
يعني لما باجي بقول والله الهيئة راح تستلم غرب الفرات كلياته، ما راح الناس تمشي فيها 100%. تحياتي استاذ ميرفان لك ولعائلتك الكريمة. طبعا هنا بيكون تحليل شخصي، هذا ما يعني ما حدا راح يمشي فيه بالاساس وكذا وهاي، لكن لما بيكون الامر خبر متعلق لازم اذكر المصدر. ما بجي بقول والله عندي تسريب وهدول جماعة التسريبات ومع تسريبات والامور، هذا امر غلط كبير يعني. طبعا وقعوا الاخوة هذوليك وانا مالي شغل فيهم نهائيا، المنصات الثانية او اللايفات الثانية انا هنا ما انطرق لهم نهائيا مشان ما حدا يفهم غلط. انا بتطرق فقط على الفكر اللي انطرح والحرب اللي حصلت وراح نتيجتها، الحرب الخاصة طبعا، وراح نتيجتها 70 اخ موجودين في عفرين وكانوا هم الضحية. هذا هو المهم. طبعا بعد ما قلت لكم يعني انه تحققت في الموضوع، اتضح لي ما بعرف الاسماء طبعا بعض الشخصيات الموجودة في الإدارة الذاتية اللي ما بعرف اسمها انا، انه هم كانوا وراء تسريب هذا الخبر. يعني وقعوا في دائرة الحرب الخاصة التركية، وهذا أمر خطير للغاية. هذا أمر خطير للغاية أنه بعض أعضاء الإدارة الذاتية، بعض الشخصيات، أنه هي تقع في دائرة الحرب الخاصة. هذا أمر يعني الحمد لله على هذا الأمر، ولا أمر أكبر منه، وهذا شيء خطير للغاية جدا. ف أنا ليش بقول لكم أنا بحس إنه جهدي راح سدى يعني خلال السنتين اللي فاتت. أتحدث فيها عن الحرب الخاصة وأساليب الحرب الخاصة وكيف تقام حروب الخاصة على الشعوب. ودائما كنت أخذ الأتراك مثال أيضا خلال السنوات اللي فاتت كلياتها، وأجي بلاقي الأخوة العفرينيين اللي بيتابعوني صار لهم سنتين يقعون بهذا الفخ بكل هاي السهولة، معناته في مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا. المشكلة هاي ممكن أكون أنا السبب، أنا ممكن أكون السبب. أنا ما بعرف يعني إنه ممكن الطرح تبعي غلط، أسلوبي غلط، طريقتي غلط في طرح هذا الموضوع، وهي مشكلة يعني مشكلة فعلا كبيرة. لأنه بمجرد إنه تسمع مثل هيك خبر بكل بساطة بشوف كذا وهي براجع، بعرف إنه هذا الخبر ما له صحيح، هذا فخ. فأنا إذا استمر الموضوع على ما هو أساسا، أنا طالع على كل المنصات هاي لأطرح موضوع متعلق بالحرب الخاصة. فأنا إذا أشوف فشل مثل هذا الفشل الذريع يعني لازم أراجع نفسي. ما بعرف الخطأ فيني أنا ولا الخطأ بالأخوة اللي كانت تتابعني دائما. فهنا بصراحة بدي أفكر بالموضوع هذا كتير، ومن امبارح على فكرة أنا بفكر فيه، انه معقول يعني بكل هالبساطه هاي شعبنا يقدر بيوقع بفخ تافه وغبي للدرجه هاي. لا، الغلط انا بعتبره، انا بحمل نفسي مسؤوليه كبيره عن هذا الخطا اللي حصل. انا شخصيا بحمل نفسي مسؤوليه كبيره. كان المفروض اني اتابع كل مكان، وكان المفروض اني ممكن اشرح على الحرب الخاصه اكثر من هيك كثير، اعطي فيها اكثر، مع انه يعني حاولت كثير. وحتى نفسي انا دخلت بالحرب الخاصه. بتتذكروا قصه مثلا لما قلنا ابو عمشه والامور هاي وكذا، في ناس كثير كثير ما فهمت واجت بعدين تتهجم وكذا، لانه ما فهمت انه شو هي الحرب الخاصه. يعني سنتين انت بتشرح وبتفهم انه الحروب الخاصه هي اخطر من الحروب التقليديه كثير، والحروب الخاصه ممكن تدمر شعوب، ممكن تدمر دول، ممكن تدمر منظمات، تؤدي إلى انهيارات ضخمة جدا، سواء كانت اقتصادية، سواء كانت اجتماعية، سواء كانت سياسية في العالم كلياته. فالأمر هذا بصراحة آلمني جدا يعني. لذلك أنا ما بعرف يعني شو بدي أتصرف بصراحة.
وانت طالع لمنصة بتشرح فيها يكون عندك يومية 2000 واحد، 1500 واحد، 1600، 1700 ومتكررين، وعدت هذا الموضوع يمكن مئات المرات. ما عدت يوم ويومين وثلاثة، قعدت أسابيع وشهور فقط أتحدث عن الحرب الخاصة وأساليب الحرب الخاصة وطرق الحرب الخاصة كلياتها، ونحن كل لازم نكون جاهزين. وعم بحكي لكم عن الاصطفافات اللي بدها تصير والانقسامات اللي بدها تصير وكذا، والأمور هاي كلياتها. بتفاجأ إنه أنا فشلت، وهذا أمر خطير جدا. طبعا أنا هلا بدي أحكي لكم عن الحادثة تبعيت امبارح. لما راجعت الفيديوهات أو شفت الفيديوهات، حدا لاحظ منكم ملاحظات بالفيديوهات اللي طلعت؟ في ثلاث ملاحظات هامة للغاية، ثلاثة هامة للغاية. حدا دقق على الملاحظات هاي؟ طبعا انتم شفتوا انه ناس طلعت وكانت بالدف وزرناه هاي بالكردي وكذا، طلعت قدام وعم تستقبل قوات الامن العام. شو لاحظتوا بهاي؟ اول شيء الطبول كانت جديدة جدا، ونحن بنعرف من خلال خبرتنا وملاحظتنا للأمور أنه الطبول عادة تكون قديمة، وكل ما كان الطبل أقدم جلدته بتكون أفضل والصوت بيكون أفضل. فبتشوفوا أكترية قارعين الطبول واللي بيشتغلوا بالمجال هذا وهي دائما بيروحوا بيشتروا طبول تكون يعني قديمة نوعا ما، الجلد تبعها كل ما راح مع الوقت وانشد بيطلع الصوت له نغم افضل. فكانت كل الطبول اللي جايبينها طبول جديده خلنج ما مستعمله قبل الان، مجهزه لهذا الموضوع. الشيء الثاني والهام للغايه، كانت منشور اعلام كردستان، شفناها الاعلام القوميه الكرديه اللي بيستخدمها باشور كردستان الان. حدا ما لاحظ انه كل هالاعلام هاي كانت جديده ولسه التصفيطه مبين عليها؟ يعني الاعلام هاي اجت جديده وخصوصي لهاي المناسبه. طيب في ملاحظه ثالثه حدا لاحظها وهامه للغايه هاي؟ وجوه هدول اللي شايلين الطبول، وجوه هؤلاء الكردي مبين مميز يعني شكله على الاغلب وكذا وهاي. شفتوا انه اللي حاملين هؤلاء الطبول اغلبيتهم ما ننكر، كانوا من الاخوه العرب، صح ولا لا؟ طيب شو النتيجه من الموضوع هذا كلياته؟ شو بتستنتج من هذا كلياته؟ بتستنتج انه هاي كان مهيأ او مجهز إلى وكانت مؤامره، ولا انا غلطان؟ اتمنى تشاركوني الرأي يعني كل الاخوه الموجودين. صحيح، كانت هاي مؤامرة. طيب شو اللي حصل قبل المؤامرة؟ مين دخل بهاي المؤامرة؟ شلون الرواية الإعلامية صارت لها قبل هذا كلياته؟ هاي الأسئلة لازم تسألوها أنتم. إذا هذا كان مخطط. هلا اللي بيجي بده يقول لي الإدارة الذاتية هي كان عندها هدف بالحرب الخاصة هاي مشان تستفيد. طيب الإدارة الذاتية كانت يعني متفقة مع العمشات والحمزات والهيئة وكلياتهم بعفرين لحتى يقوموا بهاي المؤامرة اللي بيدافعوا عن بعض الشخصيات الموجودة في الإدارة الذاتية هنا في أوروبا. هل هؤلاء كانوا متفقين مع العمشات والحمزات ومع الهيئة على الأرض أنه بده يصير هذا الشيء وعملوا له ترويج إعلامي عن طريق الإعلاميين المنابر الموجودة؟ لا طبعا. إذا شو بيطلعوا؟ شو بيطلعوا هدول
الاشخاص اللي وما بستثني احد، ومهما كنت كبير ومهما كان منصبك، شو بيكون هذا؟ الشخص اللي اتصل مع هؤلاء وقالوا لهم انه بكره الهيئه بدها تنسحب ونحن بالاسايش بدها تدخل وكذا وهي، اذا ما كانوا متآمرين وما كانوا ميت وما كانوا متفقين مع الهيئه والحمزات والعمشات، شو بيطلعوا؟ بيطلعوا نقطه 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 ما راح اقولها. في كتير ما فهموني. اذا مو خاينين، هم مو خاينين، كلياتنا نقول نحن هم مو خاينين ومو متفقين اكيد مع جماعه الحمزات والعمشات، ومو متفقين اساسا مع الهيئه كمان على الارض لحتى يروجوا اعلاميا لهذا الموضوع. شو بيطلعوا اذا مو هيك؟ بخلي الاجابه لكم انتم. انا هون بقول بعض الشخصيات اللي موجوده في الاداره الذاتيه، اذا انتم وقعتوا بهذه الحرب الخاصه انتم بين قوسين، يا اما تطلع بدك تبرر للناس كلياتها. في عندك 70 شاب، 70 شاب وقعتوهم بالفخ، 70 شاب بعز شبابهم، مو واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وقعتوهم بالفخ وطلعوا هلا بيتهموهم بالإرهاب وأسباب التفجيرات وغيره وغيره، وممكن ينقتل حدا منهم. مين هدول المسؤول عنهم؟ لا لا، مو جماعة أنكسة، مو كل شيء نشيله ونحطه على أنكسة. فشل الشخصيات الموجودة في أوروبا بالإدارة الذاتية ما بتيجي تحطه على نكسة. شو إلها نكسة؟ إلها علاقة. الطبول جديدة واللي طالعين يستقبلوا أغلبيتهم من إخواننا العرب وكانوا يطبلوا، واللي شايلين الإعلام كمان إخواننا العرب وجديدة ومعروف هذا الشيء، واللي طلع من الكرد انغر بالحالة الإعلامية اللي حصلت قبلها. اللي طلع من الكرد هونيك طلع من فرحة قلبه، طلع من فرحة قلبه ولا مو طلع من فرحة قلبه؟ طلع من فرحة قلبه وراح لهونيك وكذا وهاي. ما بتقدر تحمل أنكسة. نحن كلياتنا بنعرف أنكسة طعام للميت التركي كله، بس مو كل شيء فشل، مو كل شيء فشل وبيصير شيء وكذا وهاي مشان تهرب منه تحطه بظهر أنكسة. أنت أضرب من أنكسة، أنت أضرب من أنكسة بالفعل هذا لما تحطه بظهر أنكسة وتمشي. احنا ما بنقول وانا أنكسة شرفاء، لا، وانا كسي مو متعاملين مع الاتراك، وهذا شيء علني وكل شيء معروف وكذا وهاي. بس فشل بعض الشخصيات اللي موجوده دائما بيحطوه بظهر الانكسي. طيب سؤال، اليوم مو انكسي طلعت بيان انها انسحبت من الائتلاف السوري وانسحبت من تركيا حسب علمي انا ما بروج لهم وكذا وهاي، وما لي هلا مو موضوع حديثنا هذا كلياته، لكن موضوع حديثي هؤلاء الشخصيات او بعض الشخصيات اللي موجودة في أوروبا. أنتم أصبحتم فعلا عبء على الشعب الكردي، خصوصا اللي موجود في أوروبا، وأصبح ضرركم كبير. قبل كنا نقول أنتم ما بتسووا شيء وما بتشتغلوا شيء وساكتين وكذا وهي، بس هلا صرتوا بتضروا حتى. وأتمنى أني أعرف أسمائهم وعم بدور عليها، أتمنى أني أعرف أسمائهم، بس ما رضوا يقولوا لي مين هدول، وأعرف أسمائهم لو يكون مين ما يكون لعري، لأنه في عندك 70 شاب دفعوا الثمن وأمهاتهم وأخواتهم بيبكوا عليهم الآن. وأتمنى أعرف، لا مو إبراهيم آقري، إبراهيم آقري وقع في المؤامرة، كمال بكور وقع في المؤامرة مثل الناس الثانية، حبوا يعملوا منها شيء على كلام هؤلاء الشخصيات للأسف الشديد، وهم اللي كانوا الضحية، هم كانوا الضحية، وبتأسف لهم، والله العظيم إني بتأسف،
خصوصا ماموست ابراهيم اجري. انا بتاسف له لانه وقع بفخ ما كان لازم يوقع فيه، وانا من بداله بطلع قدام الناس كلها. ابراهيم اجري بس اتصل معي ويقول لي مين. اذا انت خايف تطلع وتقول مين اللي وصل لك المعلومات هاي كلياتها لانه معلومات خطيره جدا، بس اتصل معي قول لي مين، اكد لي مين الاسماء اللي يعطوك هاي واترك الباقي علي. شوف شلون انا بعري لك اياهم، مين ما يكون يكون، مين ما يكون يكون. شوف بهاي الحركه تعلمنا، بهاي الحركه تعلمنا شيء مهم للغايه، بانه ما بنسكت على الخطا. والشغله الثانيه اللي تعلمناها وهامه للغايه، انك انت لازم تطلع تنتقد نفسك قبل ما كل الناس بتنتقدك. يعني كنا نقعد، يعني مثلا كانوا يقعدوا باي اجتماع او باي مكان وكذا وهاي، بيقول لك تفضل انقد نفسك، انت شو عملت خطا، قبل ما هو يقول لك اخطائك. فانت تطلع تقول اخطائك وكذا وهي، وبيقارنوا بالاخطاء اللي انت ارتكبتها كمان. احنا تعلمنا هيك. بهاي الحركه وبهاي الاداره تعلمنا على هذا المبدا. فاي واحد لازم يطلع اول شيء انا بطلع. انا ليش اليوم طلعت وانتقدت نفسي؟ انا قدامكم كلياتكم يا جماعه انا فشلت، يا جماعه انا اتحمل جزء من الهزيمه اللي حصلت، يا جماعه انا اتحمل جزء من الخطا. انا لو سامع انه في هيك شيء وكذا وهي، كان انا فتحت لايف خربت الدنيا وقلت للناس كلياتهم ترى هذا كذب، هذا حرب خاصه. بس والله نعم، ان كان مقصود ولا غير مقصود اتحمل جزء من اللي حصل. وهذا الاسلوب اللي نحن بنتبعه في هاي الحركه دائما، انه عندما تخطئ حتى ولو كان غير مقصود، انت لازم تطلع مو تعتذر، لا، تبين للناس خطأك، تبين للناس انه انا غلطت. نعم، انا سنتين مخصص اني اتحدث عن الحرب الخاصه، وما قدرت امنع حرب خاصه راح تقوم على شعبنا وعلى اهل عفرين. للاسف الشديد انا حاربت حرب خاصه كمان، جيت طلعت وقلت والله ابو عمشه بده ينمسك، وهذا كان مطلوب مني بهذاك الوقت بذاك الثانيه بتلك المرحله اللي كانت موجوده. لكن هذيك الحرب الخاصه اللي قمنا فيها اخذنا منها نتائج ما ضرتنا نحن، بالعكس فادتنا شغلات كثير على الارض وما بدي اتحدث فيها هون. لانه هون نحن بالحركه هي تعلمنا ما نتحدث عن الايجابيات، نتحدث فقط عن السلبيات، الاخطاء. الصح واللي نجح نجح خلاص تشيله وتحطه على جنب، لكن الشيء الغلط نجي بنتحدث فيه، انا اخطأت كذا وكذا وكذا وكذا. اتمنى هؤلاء الشخصيات من الاداره، وراح اعتبرهم شجعان، انظهروا للناس واعتذروا منهم وبينوا اخطائهم. لاني اذا عرفت مين هؤلاء اقسم بذات الله العظيم لا اخلي ليلكم نهار ونهاركم ليل. واللي بده يطلع يسبني وبده يعمل وبده يحط صورتي وكذا وهي يعملها، لانه ما بيهمني هذا الموضوع بقدر ما بيهمني امن هذا الشعب واحد، وبيهمني هاي القضيه وبتهمني هاي الاداره انه تنجح. وهاي التكتلات اللي عم تعملوها، يعني انا شايف ما شفت يوم من الايام حدا طلع منكم لعندي على اللايف كذا وتطلعوا باللايفات الثانيه وامور. ليش انتم ما بتطلعوا عندي؟ يعني مثلا تعرفوا ليش؟ لانهم عباره عن تكتلات. لانه صلاح الدين الكردي ما بيقبل يكون بتجمع من تجمعاتهم، لاني ما راح اكون تحت ايدهم لحتى يتصرفوا فيني و... ويعملوا فيني احكي هيك ولا اعمل هيك. لانه انا طبيعتي مختلفه تماما، فما بيقربوا مني، ما بيجوا ولا عمرهم يبعثوا لي حدا يطلع على اللايف تبعي، ولا بيتطرقوا لي نهائيا، ولا بيحضروا عندي، ولا واحد منهم يسترجي يسوي لي تليفون. ليش؟ لانه انا ما بصير تحت حدا خادم. فهاي الجروبات اللي انتم عاملينها باوروبا، فلان جروب وفلان جروب وفلان جروب وفلان جروب، هاي بتضر ما بتفيد. بتمنى هاي بتوصل للقامش اللي تحت.
وأنا عارف إنه عم بيتسمعوا على هذا الكلام، وأنا عارف إنه بيتسمعوا على هذا الكلام. الصوت واضح على اليوتيوب؟ بارجع باعيد هذا الكلام، وأنا باوجّهها للإدارة الموجودة في أوروبا وكل الشخصيات المتسترة والغير متسترة. أنتم الآن أصبحتم عبء على الإدارة، وأنا قبل هالمرّة قايل بأي مكان وبأي شكل وأينما كان، إذا بدي أشوف بده يصير أي شيء ضد مصالح الشعب الكردي وضد مصالح شعب شرق الفرات والشعب السوري بكل مكان بأي مكان، بدي أطلع وأحكي وأفضحهم قدام الناس كلياتها. فهاي مسألة الجروبات، والله فلان عنده جروب وفلان عنده جروب والتاني عنده جروب والتالت عنده جروب وهذا تابع للجروب هذا وما بيدعم هذا وهذاك بيدعم هذا. إذا ما انتهت هاي المسألة بدي أحط لكم حد، على الأقل بدي أطلع أفضحكم قدام الناس كلياتهم. وهدول الشخصيات هدول اللي روجوا للحرب الخاصة، إذا ما يطلعوا قدام الناس كلياتها ويبينوا خطأهم، وقتها أنا مالي علاقة، بس أحب مالي شغل نهائيا. هم طلعوا بينوا أخطائهم للناس، واللي حصل مع 70 شخص هؤلاء اللي انمسكوا في عفرين يتحملوا هم النتيجة تبعيتهم. لا تحطوا كباش فداء، لا تحطوا إبراهيم آقري كبش فداء، لا تحطوا كمال بكور كبش فداء وتلفلفوا المواضيع بالتليفونات. هذا الأمر غير مقبول. ابراهيم آقري بده، انا بدي ابراهيم آقري. اذا ابراهيم آقري ما بيقول لي اسمائهم ماني جاي. ابراهيم آقري مو طالب قسط ولا من يحزن. انا بدي اسمائهم. اذا حدا خايف ابعتوا لي، اعطوني الادله وابعتوا لي وانا بعرف اتصرف. لا ابراهيم آقري مو طالب، مو طالب. آزاد تفضل، بدك تحكي شيء؟ هلا بطلعك احمد انت كمان، وطلع الاخوه الثانيين كمان. شو ما دنقي آزاد نينا جنب بس ثواني. آزاد كاب اشتغله جمنينا دنقي جمنينا آمد ولا دنك ثواني. كامد بيشتغله. مشكلة كواس فصل كما يصير يوتيوب يجي فصل به. انت تحلل اول من نشر الخبر انا ويصير يوتيوب يعني تضروات كيف هردو شعفيتا كنجي من جوتيا انه اداره ان اسايش انا هناك بكفي عفريني ده هي بيبخت بضمير ايه مشو قوت مقو هي اوي شي هي اوي حمو منطقه استلام كي اساسا سوريا حمو يجي نور تاني تفهم كرجمن بس كي قوت انه اسايشيما ويابكي ويابجي الصبا والعفريني بن هاجر تسجين تبع جنتا هابي ما افتشتي هناك قوتنا وانا بيشيا ضهزار وسيصط انسان كنت الدركفي وتبيني يا سيدي تشت خوز الدنيا اذا زيد متى دنج جم نين يا شباب دنجي قسطاناي جم بس ثواني.
هيك دقة كامي بدلكن بس. جمع مستصلاح نجم جنجيتها هات عمت بصورة معفوكن جمبو دنجيتها هي ما مستصلاح بس تشتك برجرك هبي استارو بيجم بريفي ته بانزدروج مالي مخصت المجموعاكي جمرو قوتن هنك جمسة دي اكيوارن نوفي خوتشيا بومو بس كاميرا بشي مو كاميرا بشي كاميرا بعد زناك بس دقك يا بس دنك تشيك مش بري شباب سر يوتيوب دنك هي بس ابراهيم بس كتمي دينا دي دقة تانية يلا اها شباب دنك سر يوتيوب فيسبوك هي بس خبري بدنا من لور تاشيراتي من شر ما اذكر نابلا تبين نونا هاوكينا ملط دخل مامست ابراهيم احمد مامست صلاحي برباش برباش بتصاب جي تشيكر جبرجو مامست ابراهيم لا خو قلت خستوري جيم تمام جبرجو هناك يقولوا ببرة دكم تشيترا تمام بلي از ندفع دفاع عام موست ابراهيم ذكرها جبوي زانبي انه قال لك خلك فهم كر انه از دفاعاتكم از ندفاعاتكم از انا مش مساله شيبو كلام كم موست ابراهيم از دنجيتكم بله برگی جغدن عبارت اب خیر دکم عبارت نیوانت اب خیر دکم کسی گفتار اب خیر دکم براستی تشتي بيه يعني باختصار بإيجاز يعني ما نقول دخول قوات أسايش مقو عودة النازحين بالتنسيق مع الإدارة الذاتية من كاك أوزوت زوني كاك أوزوت مكر مكالمة كاك زوني أتشد بيجم من ما تخوست أم تشتكي بكن حسبنا بكن يعني هو حسب لوجي ما بيكونين يعني ما حسب يوون الارتياف خستن هو الجندي شيء تسليم نوكن دبيجد نوادو بهاكا كهنا هي أراد بيجد نوادو بهاكا كهنا يعني وان دخوست جو بروجوكي بيشاروجي بيشدا بدأ تخوزب كردي بيجم عربي بيجم انا بعربيش بركو قال لك عربتي دنا او يقول بيجي انت قلت قدر كفيديو درخ يكيش من روان درخ من فيديو كي مدرخ بس يكيش ورمر درخ بعد زناك درخ يسي يكيش ورمر درخ مقوتي كاملو فيديو ما بيخ كان مقوتي اسايش كتك نافي تشي كي نافي تشي انا زان بركا يازكري يكي درخ ناس ناخوازم كسكي درخم كونا مسألة انا دبي يكي جمت ادمنه نابي تشي تبي انت قلت والله كردستان رجافه كدرخ كاك نيوس مره درخ كلام ما بيدو كردستان روجافا نجم منا ادمنا نظام وسو خيودك يا جامن اتفضل درخ زين بلكي نزان قناه خو غهرت بي درخ كا ادمن بدمن كا يكي جوان درخ كا مقوتي سوا اسايش كتك هذه كا شبابي ادمن يكي درخن جبركو سه ادمن جم من هيا كان كسكي اضافه بكم زي دي يقولوا مراكا مامست صلاح مراكا ومامست ابراهيم ديت يعني نا بني ما مستصلح لازم تشتكي باختصار بيجم قلت زانبي ام تشد بيجم ابا اجمعين يرجعوا الى طريقتي. طبعا قالوا لي اجري ما اجري كان اسمه امبارح يا شباب طلع بكور وطلع معه واحد بندوق اسمه ابراهيم ما بعرف قالوا لي اجري ما اجري كان اسمه غيرك بس شباب عماله مضغوط الواحد مضغوط رقم 2 راسه لتحت عرفتوا هذاك شلاب الهفل وسيدخل 2 مضغوط رقم 3 الكاذبة والإشاعات لأجل شوية مشاهدات وشوية دعم يلي قام فيهم إبراهيم آكري وكمال بكو هدول اللي عم بيتظاهروا انهم مزعلين 3 معتقلين اللي طول النهار بمجدوا ابو عمشه بيحطوا اغنيه ابو عمشه قائدنا واللي ما نزلوا ولا منشور ولا سمعنا اصواتهم حينما تم تهجير اكثر من 150 الف من اهالي عفرين طبقه والرقه ومناطق شرق الفرات وبل حتى هذا حاشا سامين هذا ابن الزطيه اللي نزل فيديوهات وقال وين الباصات الخضر يعني شمت بالاهالي عفرين اليوم يتظاهروا بانهم زعلانين على اهالي عفرين. لما بتعرف استاذ صلاح انت انسان اكيد واعي وبتفهم يعني لما تكون انت عم تعمل حركه واعدائك مضغوطين منك شو بتفسر هاي؟
لا اكيد انا معك بهذا الموضوع، لكن انا سمعت كلام ابراهيم اجري، ارجوك ان تصدقني القول، واذا انت إيه. مانك تقدر اكتب لي على الواتساب مين من طيب. الاداره الذاتيه باوروبا اعطاك هذا الخبر، ارجوك. ما حدا. لا في حدا اعطاك الخبر، انا لا، ما متاكد، حدا اعطاني. انا متاكد هذا الكلام، انا يا أخي ما متاكد، حدا اعطاني، ما حدا اعطاني، ما انا اتصل علي. إذا بدك متاكد، انا متاكد تماما انه في حدا اتصل معك واعطاك هذا الخبر، وطلعت لا، انت ما عند حدا. كمال بكور وحكيته، وانا قلت ابراهيم وقع في الفخ تبعهم. لا، مو فخ. لا، مو فخ. خيو شوف يا استاذ صلاح، حبيبي انت انسان واعي. انا بشوف النتائج بعكسيه اللي عم بتشوفها. انا بشوف النتائج المرجوه اللي انا كنت متوقعها صارت يعني. على كل انا، هلا شوف المشكله انا ما انا بالعكس، انا قلت ابراهيم ما له علاقه بهذا الموضوع، انا قلت حتى كمال بكور ما له علاقه، المساله مساله اكبر من المساله هاي، هم وقعوا وصاروا ضحايا. لا، مو ضحايا. استاذ انا لو كان مصطفى جهداركن جبرويج لو مخوست. ينعاد دقيقه مصطفى، دقيقه بس مصطفى، لو ينعاد الزمن بدي اعمل نفس الحركه. ما بعرف هذا لانه عمر كنا ناطرين بروباغندا غير اللي عم يصير اليوم بعفرين. كنا ناطرين بروباغندا يدخلوا على اهالي عفرين، يعملوا منطقه خصوصيه لاهالي عفرين، يتظاهروا بانهم مشكلتهم ليس مع الاكراد، مشكلتهم مع بي جي، وهي عفرين نموذج، وانظروا كيف استقبلونا الاهالي، مع انه نحن لايفنا فتحناه الساعه 1 بالليل، يعني بعفرين الساعه 3 بالليل بالمنطق يعني. الاصوات اللي راحت للمخاطره انه تعالوا استقبلوا الاهالي في او استقبلوا الهيئه في عفرين كانت اتيه من الساعه 9 المساء يعني لما فتحنا لايف اصلا كانوا الناس نايمين بعفرين. هذا كذب غير مبرر. واللي عم بيتهمنا انه بسببنا تم اعتقال ثلاث شباب، وكل يوم ليش شايلين علم الكردي؟ طيب تعال اقول لك مين شال العلم الكردي. تعال اقول لك مين شال العلم الكردي. تعال عشان تعرف شو اللي عم بيصير، ومشان تعرف شو الحسابات اللي كانوا معطرينها. هذا وهذا وهذا. طيب يا استاذ ابراهيم، بس بالمنطق شو الفائده انه ينشر هذا بشكل كثير يعني بالاعلام ما فيني بالوسائل؟ اقول لك اياه، ما فيني اقول لك اياه طيب هذا فيني اقول لك اياه على الخاص يعني. لكن انا فيني اقول باختصار المفيد ان كانوا محضرين لبروباغندا وقلبنا عليهم الطاوله ونجحت البروباغندا تبعتنا. اليوم بشيخ الحديد ما رافضين يسلموا القطع العسكريه اللي هي عم بيقولوا انتم من جماعه البي كي كي، في معكم مقاتلين اكراد من بي كي كي بكل بساطه. ايه كانوا والشباب ال70 اللي تم اعتقالهم هاي شو؟ ما في 70، الحكي مو صحيح. انا شفتها لا، بالاسماء. الحكي مو صحيح. 13 شخص من ناحيه معبطله، والسبب مو لألج القسد، كذب ونفاق. انت مين جاب لك المصدر انه 13 شخص اللي تم اعتقالهم؟ مين نشر؟ مو حلب اليوم؟ اول مصدر نشر انه 13 شخص اعتقلوا، مين اللي نشرها؟ مو حلب اليوم؟ مو نفسه اللي قال قتل امرأتين في قرية كوخري وثم طلعوا وكذبوا الخبر؟ يعني زمان انا شفتها على الصفحات الكرديه، انا شفتها على صفحات قسد وهي يعني اخذينها من حلب اليوم. ما بعرف مين ماخذينها. استاذ صلاح الدين، مين اللي قال سيد جلال عبدين راح يروح، مظلوم عبدين راح يروح على حفله تنصيب الترامب؟ مين اللي قالها؟ مين نشرها اول مره؟ كثير صفحاته هاي. لا، من حتى وين العربيه اول مره؟ من وين طلعت؟ ما بعرف، هي شغله صعب جدا انك تعرفها المشهد. لا، المشهد اللي مشهور قناه المشهد. لا، المشهد اللي على القناه العربيه اللي مشهوره، اللي صار ترند تقول مظلوم عبدي سيحضر، المتحدث باسم المحلل التركي. طيب عرفتوا الفخ اللي بيعملوا لنا اياه الاتراك والبروباغندا الاعلاميه التركيه؟ تذكرتوا حلب اليوم اللي اعلنت عن امرأتين في قريه كوخرة ثم طلعت ونافتهم وجعلتنا كل شعب الكردي يقع بهذا الفخ، الا انا ما نشرت الامرأتين. لما حلب اليوم تنشر امرأتين في قريه كوخرة مستحيل تنشر هيك خبر، في فخ. انا ما اخذت المصدر ولا قلت انه امرأتين في كوخرة تم قتلهم على يد العمشات والحمزات. لما هذا التركي لما طلع قال انه مظلوم عبدي سيحضر زاهد قل هو اللي عمل الفخ، هذا البروباغندا الاعلاميه. بس قبل زاهد قل لا قبل زاهد قل كان منشور كثير. هو اللي نشر اول مره على القناه الرسميه، هو اللي نشر اول مره على القناه الرسميه. نفسهم اليوم اللي امبارح طلعوا على قناه حلب اليوم قال 13 معتقل بعفرين
على خلفيه قسد. قسد ايش يا عمي؟ قسد ايش؟ رفعوا علام الكرديه. شو طيب شو الغايه منها؟ شو الغايه منها الضغط؟ طيب اليوم ماشي انا اوكي اعتقال 13 شخص بسبب قسد. اول شيء لما فتحنا لايف الناس كانت نايمه، والاصوات اللي هن بعتوهم في اصوات، سمعت الاصوات بيبعتوا لها المخاطره انه بكره تعالوا استقبلوا عن شارع المازوت، اذا سمعت الاصوات ولا سمعت ايه سمعت الأصوات بس انا كانت متاخر واصلة. سمعت يعني انا كثير الاصوات كانت واصله من الساعه 7 8 يعني اصلا لما فتحنا اللايف الناس كانت نايمه، يعني هذا التجمع كان محضر له يعني. طيب مين المستفيد؟ عصو يطلع يهاجمني، مهند يطلع يهاجمني، شلاب الشفل يطلعوا يهاجموني، كلهم فجأة يصيروا إنسانيين، والكل فجأة يستخدم ال 13 معتقل اللي تم إفراج عنهم. هل هم 13 ولا 70؟ 13 شخص. كي مستفيدة؟ كي مستفيدة في خبره؟ كي مستفيدة؟ نوعا ما بيجن بالتنسيق مع الإدارة الذاتية. توك إدارة كتب بيان حقيقي دار خستي رسمي تبين دار خستي إدارة ذاتية. نعم. طيب إذا دقيقة بس دقيقة تتبعت لسال إدارة ذاتية أنا. لا إدارة ذاتية الخواري تشتكي جي نزاني يصير في موضوعي. حلو الخواري ها تمام. نول عفرين سياسات بروباغاندي وان تحضير كريه شكيلة ناشكي نزانم مو قل افكاتنا دو هيا كل ارجع اهلي عفرينه تشتكي ديده باسم يا ابراهيم اهلي عفرينه صد رساله جمره هاتيه دبي حفتي خورت هاتيه قرتن تدبي سيزدا انا بيجم نت الصحي نت غلطي ونا اوجي صحنا غلطا يعني تفهم كرجمن بريمن سيزداي سونوت قرتن اوتن باردون بس سؤال نتفرد يعني اول مره سيزداي سون تقرتن عارفين مو عارفين رو بيج ايش اسمها تقرتن هيك لا بالله عتوات يعني ياك دور ضل وافرد كان حبسه يعني ايش معنى هالمره 13 شخص دقوقي بس يا مصطفى بي ترند يعني. بس سؤال اهلي عفرينه قلق الفرهانه او سيزدا شخصا انا حفتينا بس شمن رقمي بكتبين يا بريمه متيكلي خو تشيكري او بردانه ولا انا بردانه باردون بريمه باردون هو لوي ما تيوان دو مره دار كات جيست يا اخي ما مست ابراهيم تدين دكت تبي باردون كاسيتا مرفيتا تدوهنا لو كاكو دو لوي مات كي مره ذاك لوي مات كي اومات بس ولد تعجيزي اومات بس ولد تعجيزي دمك طب مارتا دي شدو انا ترى قلت نوتن قرتن بريمن مريم سيغرتنا تبي مريتا يشدو مريتا هنا بترى قلت نوتن قرتن اتار بين مريم قرتنا معنى شوتن قرتن مريتا مريتا معنى شوتن قرتن مريم عالمي قصد داس خوكرنا سر تليفوني خو خلي قلتنا كيف انا قلت عالمي قصد الروكا ما قلت قصد كتكاوي ما قلت قصد كتكاوي بلو فيديو دارخن والله دارخ تجمر فيديو دارخ تاغوت اسايشه كتكاوي تجمر دارخ فيديو دارخ تيجم قند فيديو يا شباب انا تبيت سمارة تاوتن قلت المفترض تبي فيديو محتفظ بيت معناته بواجه كيف من فيديو جمر دارخ شو قلتي اسايش كتكاوي عفري جمر دارخ فيديو تمام كي جام قند جام فيديو فيديو حفظناكم فيديو كاس جام خوف بوش اللي نفترض ما قلتي اسايش كتكاوي شي قصد بيت المريتا كارشت قصد الروكن يعني نكو بس فرخه يا اسايش جيوك مدنيه جيوك مدنيه قصد تشكيلك عسكريه معناتها شو مريتك يعني قصد مريور عالمي قصد روتن اوكي بريمه تزوني سيربي عفرين دلي خب قصد رونا يعني كاسكي بفوفي خلقنا قناعتك بريمه اري يعني تذكي استمن مريتا كي جانو اخوانا مناكري استيتا مناغوتي ساكا مسبيغوت معلش تنوفي ماريخو ما دي وطن قرت معناها انفيرو تواصل من البارضه مدن اكيد شو بتامنت كمان نوفي ماريخو بتاع معني بكوجن معني بكوجن ما مست صلاح اومات ماشي بريمن اومات بس دخلك مصطفى قول من دقوقي بس اومات قول منها بو بروباغانديل سليمة تشد بي انوشكم با حسن انوشكم ابراهيم تاخذ شك اخوشم قول منها مؤمن بقضيه انا تجار القضيه مؤمن بقضيه انا تجار قضيه ما تفهمني كيف انوشكم
انوشكم بريم برای تدشكي بس نشكي حیران نخل شو لكن بس دقیقه از بس مصطفى بين خوفه لك مصطفى تمام بلا مصطفى دايك شباب بس بدوري وكذا هنا بلا مصطفى دايك يا شباب بس سؤالك بس دقيقة ايما هذا فهم الفيدرين انه اولا كواش دركتمونا مقوتوا مش غل ما مست ابراهيم نينا وكمال باكورجي نينا بس اف مثلا هنا كيش جيكي دركتيا مسطرة وهاتية سرباندن او بونا ضحية يعني نجم وايا اف مثلا هنا تفهم كرجمن يعني مثلا من مثلا كمال بكورة ولا استاذ ابراهيم وكي دركتيا هنا مو مستر ما صلاح بياز ضحية ما تبيك جوك دناس كوا بكم ما بخير بس بياز جوك ماجول دنوا بكم ماجول كلامك بس دقيقة كي مصطفى كرمكا احمد بس كتمي دينا دقيقة بس دقیقه کاک برای مبنی از او یا که از لایوات تا حرتم دشوپینم حتی هفت سبه و یا که وچای کت اگر دار کبی کامل باکورو انسان کی به قدی کردید کبی تجمع گیان کردید تاتری و ت به قدی کردید کبی انسان کی پری شاوبی و ت تاج سری حق کردی شریفی نو ناس ويا كلاي ونم كلامك نه برا کاس بین نبیجه اوی داره دبیجه کتی شاشی زانی هاش حاضرون کلا شیطان کوبونه هم دوی کلا شیطه بونه ویا که اید دیون برای از که ود گوتناش ترا بیجم حیران چاوی داش معاز ما بس پرشتا حاضر کما كلامك من از ویدیو کی تیکو ببینم لسر تیک توک سر درباس مستحيل الا اعاده نشر لايك وفلان بفلان گشکی تبي تجمن شاش فهم نگی دهینی او شاف کتب کمال باکرو در کتی تاگو واگو تلال سلو بالا کری تبولی وی نامن ويقول مو قلت شو بس حیران بيتنا چاوی دا تاگو چرا او نوی آسایشه نکرنه که چرا تمام مبعوث نجی آسایشه یعنی گوتنا کو تاگو آسایشی به امن العام را که تیخوه نو حکاس نو بريم ولا نوانا تاگو فیلار خلقی عفرین تا نزانه فیلار چیه نو فيلار هوا هوالي مصطفى مصطفى قربان بنر راح حطونا كل لغتك تشيبيه ويدم دم ملفونك وجاد بفاصلين يا شباب بنر بالعربي الفصيح وهاجر انه استنجي هاي مجرد دش هرح بكم بكردي كلام موجود دخول غدا ببيسن هو غدا. نفس هر المقارنه بكن غدا 6/2 سيتم خروج الميليشيات اللقطاء مرتزقه تركيا من مدينه عفرين وسيتم ادخال 60 عربي من الاداره الجديده الامن العام وعوده النازحين واللاجئين من اهالي عفرين بالتنسيق مع الاسايش يعني ملفين منفصلين عن بعض يعني اداره كتيك هذه عمشاته بكشن خلص بي عوده النازحين بالتنسيق مع الاسايش طيب نون فرضا تشكو تنهايه دا ضلع اوكي عوده النازحين بالتنسيق مع الاسايش شو معنى اخويا سادو بينجح حزور دست حزور نوزح معقول بخون الروبن هارن عفرين ما مستبرم نا فان نقطة تاقوت زوني اجي اشترى في بيجي ها كنت افا قوتي ولا نا قوتي دينا قوتي قربانا چو فيتا بي بوي ياكي ايد ديون اوي كو كي مثلا بي برانبري تدار کرنا دجي تدار کرنا تجوري گه ماذا فنو تجوري گه ماذا فنو وقت زمان باور بكا ام دفشتا دونا و چه گراك بي ام دفشتا دونا مودم تونكي تعريفي وتجي قدس كردستاني استاذ صلاح دانكيتاتي كاتم تيكا استاذ صلاح وياك ابراهيم ياك تعليق عند يوز ديكي دبي برو تليجرام بنير نظام اشترت ستاك شوندنا عشان اكو ساكب قربان ايوه كلامك الفيدر يا تشكي بيجموا كاك مصطفى شكر ما ترمزي كاك ابراهيم اقري مريا اكيد التحقيق ديا نهات تشتن هنا كاري باش كراماترا شكرا نهات تشتن هنا او استاذ صلاح كان صار خاص بيشتغلن يا شباب هذا كان سؤال بكم بس اتهام لا لا يفهم تحقيق لا يفهم انها هي تحقيق ومحقيقه لا يفهم انها تحقيق يا شباب وغلط فهم كريا يعني انها تليفوني يجي نفس اشتغل يجي مره يقول لا يفهم تحقيقه يعني تفهم كرجمن دنجين بك كلامك لا استاذ ابراهيم بغات تشتغلي مش مره تصاب شي ليه خصها مصاب يشتغلي يعني ابلا هذا اتهامات كاس اتهامات بينكي او تشتن خاص بلكي ناخذ بيشي شي تشتن هاد ازانم نهر كزاني بس نكري هاد شي صار خاص بيشي اد بيجي منكي يعني ام جوي بنجي
ام جويرن كيولو اتهاماته وخيانته وفاتشتا برخورتي مدر كيف رجعتكم آزاد کرم طيب. که بنه نهار لجمع اولان از بخوش ده حضور حفظان دو دشار برازور قبل اولان بود و از لشیغلر جی نو اولان دو بود و رخنه داین پیشکاتنا گلی کرد و کردستانه نه و نه اتهامات و تهمبار و نظام چی و یا رخنه و اید دیان جی مسئله تدبیجی اتهام هم قبول نکن کاک ابراهیم نوتر رخنه قبول دیکی لینا از جی مصطفی کاگوین جای کی کرد جی خلق کوبانی از رخنه تدکم تابیو از چرا دلی مدشه به خدا به نوع خودش از حرتم دکابم گوگل خریدو که برگیم هر کس نوستکن از دکابم که از هونی لخریدی رو جواب دنیرم از دنیرم کو عفرین و سری کوانی گریس تپی کو هین و چاتم ماتونه تیدونه دلی مدشه بوده اش برای خو فهم کرد یعنی روزافا به عفرین فرنگی کی نو که مع احترام من ریز و سلاوی میجی جملاتی کرد رو و شهیدان رو عفرین یعنی کردستان عفرین تنابه کردستان و روزافا دفرنگان نوکه هم خوشك في تشتي زمان طيب نو كاك مصطفى لنفترض مثل اني معلومه تم تكرار موجود تم قوات امن العام وعوده النازحين واللاجئين الى عفرين بالتنسيق مع الاسايش رغم من ملفين منفصل لكن لنفترض من دنوف تكرار دا جوركي شوشبين قتبه انا زم نادي حاطونه كوي فيديو لاني از بينم برك جاز مش دكان دو جاز مش دكان تقول نقطه قوتيه لنفترض جوركي مش شوشكرين مع انه الجوري سلف مقوتي واضح قوت وقو عوده النازحين بالتنسيق مع الاسايش لكن لنفترض مجورك قوتي بالتنسيق مع الاسايش وتيفا عم كرنو اسايش كيشتك هذا لنفترض يسون الشوش دبي يعني ما كده بين جي عيسى عليه السلام برسكرن او وقتي كي جانك زينا كرونو قو فليبدا منكم من لا يخطا باول حجاره يعني كي شوش بيناك يعني كي شوش بيناك لكن سؤال نادر ده سؤال الاهم بس اسكاسكي عارفيني ما من وقتي بيست انه عمشات وحمزات كدار كافن يعني فقدت مشاعري اما بركيف خوش بي اما شاده گیران کی خواهد لكن برضه السؤال الاهم كي مستفيده بإيري شو صار من شباب بيجي عصو دوج مهند دوج معطي شفل دو كي مستفيده دو چاتا ماته عربونه طبعا نگیش کی چاتا ماته عربون و كل سر تيك توك و کرد و جایی که منظم چی کو فلان کو ارينو مثلا جوكي مو مصطفى صلاح جي اوفل بشي صلاح او بمو مصطفى صلاح قو ابو عمشي قرتنا بشتي حافظ قدر كاتنا وتي قرتنا كان مثلا كاس مثلا انا بموابكر طبعا فنا كيف خوش مو ناكرن بس انه ما فهم ناكر انه هو خير ابراهيم وقري فوتا جي شورت او نايا من كتب من شريط مثلا شريط هاي بدا وفايدة جهة كان تعدل كردان ابو تيدي يا استاذ ابراهيم بغض النظر مو مستنو بنر دوني حرتشتك سلاح ذو حدين اكيد ام كونن بين احباط وملات ريشي بيشتي يا ابو عمش ان دركات نو تيغرتن يعني ام كونن وببن يعني لكن فكره نادور ده نو يرو اللايف تشور ساعته بعدك اللايف تشور ساعته 6 ساعته بعدك وام حافتي تشور بينجر بعدك فممكن جورك يعشوش بكم يعني من لا يخطأ ممكن جورنا بغلط مشي بيك يعني سرسري مني وقتها تقولوا بيجي تشتكي طبيعية خلاص غلط يكتبوا عادي يفنى مسيو تشورسولا اوكي مو مست عمري مسيو تشورسولا جرمت حياتي خذوا خبر نقولتنا جورك خبر وجي لا جوك مش خبر قلتنا يعني جوك خبر قلتي مجي خبر جارك يكره انسانك من استفزاز كر حتى خبر كريه ده خبري يعني نلفيدري صار جيستك يبونا استفزاز مو حتى كريه استاذ ابراهيم ما يزن تشك اشترى بيجي مش بويت زانبي افدر لايفا من هي محطنا بتحقيقي بطلب كنونا تنها اشتغل يا اخو قلت والله غلطي يمشي انها مشكله هات سرسري من بيش يا في عامل لطيح حموي بس يا مهم نافه جمن از انسانك يا زونات فكرات كده زوني خير از دبيم از معني كاس فهمناك تعنت دكم حقيقة يعني از ندر كاتمه ببيم خدينا كي اسايش كتكابي غاية من عودة يعني الواكي هولندي قلتي بدولينج يعني المقصد كان انه عودة النازحين بالتنسيق مع الاسايش نو فيديو مدينه قشتك بفوش كلي واحد بين يعني هيك شباب مره نعم موضوع خلاص براك ابراهيم بس ازي تالياوي متى بس تكرار ده مو مصدق ممكن تكرار ده جور كم من نوفي نازحينه من ملف جافدنا فاصلون دبي لاني بشر مناعه اكاديمي ما بس فكران ندور ده كي مستفيده انه
قوفو بروباغاندي دوتشي بيش خورب كور بيني اما كورت ايكو شتا عاجزن كاك ابراهيم ايكو كوردو بعدش كوردو حرم نا كردا طبعا كرد عادي فينا بس افيدي تركي ايكو تاثير الواقري ايتا ويش عندنا افنايا بس ازيد تشكي لك مهم بيجم جبوي مسألة حموي ما يزينا ايكو تبي خليه يعتذر ويش شنجار اشترى اعتذارك خلاص بس دقيقة جبيرة بكا بدون بغلطم جارك مستعد من الرويس سجل يدار كاب اسهلي خوش بلا تردخم انا اسف وسر بلندية كاك ابراهيم جبيرة بكا في موضوع خلاص جارك الثاني مو اعتذارك لا مثلا نتعنو مؤاس بلا سجل مقوتي بلاز موضوع بكمل يعني مش بوي تفكري فهمتي اس كولادوري بملاتي جام تعنو تنا كرمك قربان نا يخصتن يعني هناك جهانا وكا كانوا نواكش كان دنيا يعني بالضبط ما يزينا خلاص تجارك تاني من ندخل تجارة دواجي بيجي وانا دمج في موضوعي برضه وانا ايه مهم جمرة كاك ابراهيم شريب تايبتا افتشي روكا هناك شكو دركت نجمتايا وازانم نجمتايا ازانم كاتي ليست كده سر من ليزا تفهم كر كاك ابراهيم ازيدين بما تفهم كرجمن خلاص كتمه دينا كاك افراس كرمك بنر صلاح مو مست صلاح شرح زوري صد انسان ما سيردك اذا تعليماتي خوش كاسي دبم نا تعليمات معلومات اشتراهات قلت نتوي ولو تشيبي اري اشترى ولدم وك معلومه اشتروتي قلت ابو عمشو تي قرتن ايه اشتروت معلومه اجمرهات وفادنجي فالفيدريش بس باعتبار ضرر قالك شينا ابو فيداوات ذهبوا نحو جهاز يدرخم ارين هو وقت ايش مرة قوتي تضروا كي مرة كي مقوتي دا كازي ضروري بترك منها مشكله بس شوف فيداوي هي قول فلان تشت الرقاي ويهدئي والديري ويهدئي المنطقة ما يعفرين ويضغطين ها سكني واهلي ما يشهباجي وانفي يشع يدرخن وبتشككي افيك الاليه شهباي ويضغطا وانا كي سروا سكني حتى هاتني جمع رقاي مقو از اكبر دروتشينم مقو از اكبر دروتشينم صبا جهد زي درخم دقوقي نو ما مستا نو ام وقت دار كافن لايفو هذاك لابد بري ام لايفو هذاك ام قول اخباره دنا ام قول تحليلاته دنا ام 30 دوستو دكن بري في منو تجوك صار واتساب دانكر مثلا از 30 دوستو دكم ادبين نو وير مثلا 30 كر بر دوستو دانكر مقو تغريده شيباني باللغه الكرديه معناه ويتشي يعني تحليل هابن يعني تزني ام تخوزن فهم كن يعني ام جيزون النظروك ما جاي ام نظرك دجدم اوكي ام رايي حافظ دبان دقين تولي تحليلك مثلا اقرب للاقليمايو فكرة نادور دوي فكرة فوني ابو قد عمشاته وحمزاته ابو قد حمزاته وحمشاته بشتيا محكمة البروكش الفابية يوم لات نوعك كردي مكي لايف مفاكري از داستوي موجتك معو بروكي من مسامحوا الدنيا واخرى وهجر غلطي ما از اعتذاركم انا اسف بس جوك يقول خونن عصو دقوقة بس عصو مهند وفوز اعطيتنوه هجوم دكان وين جوك يقول خونونن وين جوك يقول خونونن حتى كنت تأثيري بوم بيه حتى كنت بروباغاندي وو اعلامي دشكي وين قول خونونن تشكوري امبيرو دبن تأثيري ما هو قل سارفون هاي لا نو على فو باردم مو مستاص على عشي باردم بيريش كل ساربه باردة وينه كيف كان يوني مثلا يوكي عصو داركا في كوشكي وكي مونا داركا في عرضي بابا مسحين يكي ما تنا داركا في جوبك بدل هم بارفون داركا في معلومك بدل شباب باش ازنا واش كرماوك حمو كتمه دينن ساكنه اليوم مهند نجار مساكنه اليوم جهبوا المشاعر في ملاتي بعاقبين ملاتي تجارتك تجبر قضيه ملات خصي عصو مصو ملاتي يقول عصو بحسين او ملات زمش سهل يقول بياخذ ولاتشي ملات ولا شيء بزبيني شباب بس دقيقة نقطة نظام شباب نقطة نظام بعد ازنا برخدان ازنا تو حتى ازنبيش متى مايكي نفكا دقوقي بس برخدون تسار تشاس دبت تجارته بملاتي دكي تاخذون ملاتي عفرينه داوش شاكه من هاي داوش دوري من هاي داوش مولي من هاي افجي مامو ابراهيم معصبي تيك في غلطياده بس دقيقة ابراهيم عفرين نيا اهلي عفريني تانية عفرين نيا وتانية ما مست بس دقوقي كاك بعض الخطوات داخلي من
دنگی مقط ماكل بس شباب إيه مشرف كسن ممنوعة أي يكي داخي أن تنجيب يقطك حتى أسشينكم أزل فرم استاذ ابراهيم كالبركي خب بس استاذ ابراهيم استاذ ابراهيم دقيقة مشرفك بقولوا كرمة ما انذار دايدة إبراهيم بس بصبرة استاذ ابراهيم البركي خب بس استاذ ابراهيم البركي خب بس خب بس والله انت بحسين بس استاذ ابراهيم كقربان بس دنجيبك اوزد از که دری خدا بکن بس کن یک برخودن تو داخلی مزانه چه قول هولندا زونه از برای دنگ بیش بی ملتی افرین که منوزه که برای ابت تیک توک کافم زونه انا بحجات شهرامه زونه برای ملای واده کرد دگشت حزاری برای سیاست کافم زونه برای بدون وی افرینم حزار مرل مسیر دکر زونه موکینه ما حوشی من ملک هولندا انا بحجات تیک توک ما زونه هولندا انا کنم حزار نقطی بکشیر مال من خرابه به زونه ام مال من افرین بی مقر عسکری زونه زیتونی من افرین چونه زونه جنازی بافکی مدرو و نکرد افیل بدای افیل نشت فوق کشکل عمشات و حمزه و دراقت حتی پرا برن تا سر چه اساس تمر به تجارت بنوی افیل نکه والله اشتغلت قلت والله يا شباب بس بينا غفرة بكن برايم بس دقيقة الهمبر دقيقة برخدون الهمبر تركيا دست كلمة دبم زعيم الإرهاب العالمي هفنات تجارة تركيا تم خواست دو سال محاكم لتركيا خورية اج عمشات المطلوب اعدام ما نتیجاره اج جولانی دو مطلوب اعدام ما نتیجاره اج نظام سوریه مطلوب دو چهار تا پیس الحكم نعدم نا تجاره لهولندا ما لفم ما بين الدقيقه بجوز جنسيه مواره كشونه موله بخرب بين تجاره بده غلطي كده كنت تبارك فهمت تجاره ملاد بمنزه جبو عصو جبو مهند نجم محمد صلاح